مرحبا حبايبي الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. حسب ما طلبوا من عندي البنات بالكومنتات، حبوا أنزل لهم نظام غذائي على مود يضعفون. بصراحة أنا ماشية على نظام غذائي صار فترة. شفت على هذا النظام الغذائي، يعني شفت نتيجة، فنزلت عليه كيلوين. بس شنو، أنا ما ملتزمة التزام تام، يعني احتمال إذا ألتزم التزام تام راح أنزل نزول أكبر أو أكثر. المهم حبيت أنزل لكم هذا الفيديو حسب طلبكم، وأتمنى يا رب تستفادون من عنده. وأي سؤال تسألوه، ما راح أقولكم أني رياضية وعندي خبرات أو عندي معلومات كلش كافية عن الرياضة وعن الدايت وعن ما أعرف إيش، بس حسب الدايت اللي مشيت عليه، أكثر من دايت، أكثر من نوع مشيت عليه، وحسيت بصراحة أني هذا النظام هو اللي يعني فادني. أوكي، وعندي يعني معلومات بسيطة عن الدايت وعن الرياضة، وإن شاء الله يا ربي تستفادون مثل ما أنا استفاديت. أول شي خلي أحكي عن الرياضة. بصراحة أنا ما أقدر ألعب رياضة، لأن أنا عندي انزلاق وعندي خشونة بالركبة، وزني كلش زاد بعد العمليات اللي أنا سويتها. فاللي الرياضة اللي مسموح بها اللي هي إنه المشي فقط، المشي فقط. بس أنا شو أسوي؟ يعني عندي جهاز جري بالبيت، أمشي عليه يوميا نص ساعة، ومرات ما ألتزم يوميا، مرات بين يوم ويوم، مرات 3 مرات بالأسبوع هيجي. تمام. وعندي جهاز لف الجذع، همينة ما ملتزمة بيه كلش قوي، يعني ألعب مثلا ماكسيموم يعني 3 مرات بالأسبوع عليه. تمام. فاللي تحب تستمر راح تشوف نتيجة أحسن من عندي، واللي مثلي تزاغل من نانا ومن نانا، فيعني أنا بصراحة نزلت بس 2 كيلو. اللي سويته، وزنت هذا الأسبوع، وقررت ويا نفسي ألتزم هذا الأسبوع التزام تام. أريد أشوف نتيجة الالتزام التام، إذا هو مو التزام تام ونزلت كيلوين، فيا حبذا إذا التزمت التزام تام إيش قد راح أنزل. هذا اللي أنا أريد أشوفه هذا الأسبوع. المهم راح أشارككم النظام مالتي وشنو اللي سويته، وانتو بعد بكيفكم، اللي تحب تستفاد تمشي عليه، اللي يعني صدق تريد تضعف. واتمنى نشجع بعضنا، وحدة ويا الأخ نتشجع، وحدة تشجع الأخ بالكومنتات، نسأل، نجاوب، نستفسر. تمام. اني اللي اسوي، عندي بذور الشيا، هذه بذور الشيا اخلطها ويا الزلاطة، او اخليها بمي، قلاص مي، ملعقة كوب، واخلي وياها شريحة ليمونة، واعوفها نص ساعة واشربها. واقدر اشرب على طول النهار بذور الشيا ويا المي، او مرة واحدة الصبح احط ملعقة كوب بقلاص مي واحط شريحة ليمونة. ما اكثر بالليمون، لان اني مشكلتي انه عندي هبوط بالضغط، دائما يصير عندي هبوط بالضغط، فاخلي شريحة بسيطة مجرد تغير لي طعم المي، لان اني بصراحة ما احب المي، ما اعرف شنو قصتي، تجيني ايام انسى اشرب مي. المهم هذا اللي اسويه، هذه بذور الشيا. تمام. الشغلة الثانية، الريوق، 2 بيضة مسلوقة، وياها 2 توست أسمر، وياها سلطة، السلطة اللي تحبيها، فلفل أخضر شرايح، خيار شرايح، طماطة شرايح، حسب ما تحبين. أو بيضة واحدة مقلية، بس مقلية بملعقة زيت زيتون، 2 توست وسلطة. أو جبن دايت قطعتين، أي نوع جبن دايت موجود عندك. ما عندك جبن دايت استخدمي الجبن العادي، مو مشكلة، بس إذا كان دايت يكون أفضل. يعني أنا بصراحة مرات دايت، ومرات من ما عندي دايت استخدم أي جبن متوفر عندي، بس استخدم قطعتين، ويا 2 توست أسمر، ويا سلطة. أو ملعقتين شوفان مع حليب، تخليها على النار. تمام. وتخلي لهم شوي سكر ستيفيا أنا أستخدم. ما عندك ستيفيا استخدمي السكر العادي، بس ملعقة صغيرة. تمام. وعلى النار عن ما يسخن تقدرين تاكلينه، يصير مثل المحلبي، تاكلينه ويا سلطة.
تقدرين تشربين ويا أي نوع من هاي أنواع الريوق. تقدرين تشربين يا أما شاي بسكر دايت أو بدون سكر، أو شاي مع حليب بسكر دايت أو بدون سكر، أو تقدرين تشربين نسكافيه. بس النسكافيه تشربيها يعني مسموحات لك 3 مرات بالأسبوع، يعني مو يوميا نسكافيه. تمام. نجي على الغداء. أنا مسوية أجندة بصراحة حتى ما أنسى اللي أريد أقوله، أو ما أنسى أني شلون أمشي عليه. أو سوري، طفت الكهرباء، انتظروني تجي الكهرباء ونكمل سوية. تمام. رجعت لكم حبايبي، سوري لأن بصراحة الكهرباء تأخرت، فحبيت أكمل لكم الفيديو، فاعذروني إذا كان الفيديو يلا صار على الأجواء الرومانسية، شموع وبزونة حلوة وورود، بعد شو تريدون، مدلعتكم أني. يلا حبايبي نكمل الغداء. نجي عليه. أنا مطيتكم عدة اختيارات، أي نوع من هذه الاختيارات تقدرون تستخدمون يوميا اختيار، انتوا بعد العبوا بيها براحتكم. أول اختيار برغل 7 ملاعق ويا قطعة لحم أو دجاج تكون مسلوقة أو مشوية وسلطة، أو لحم أو دجاج أو سمك مشوي تمام أو مسلوق حسب المتوفر عندك وسلطة. الاختيار الثالث عندك معكرونة 5 ملاعق، أو يعني قبل ما تسلقيها من الكيس مالتها تاخذين بالكوب القياس كوب 1 يعني معكرونة وتسلقيها وتاكليها مع معون خضار، يا أما يكون الخضار فريش يا أما يكون مسلوق. تمام. المعكرونة تقدرين تستخدمين وياها الصوص الأبيض اللي انتي تسوينه، جبن دايت مع حليب دايت. تمام. وشوية يعني توابل، اوكي، وملعقة واحدة شوفان، يصير صوص ثخين. تمام. وتضيفي عليها كلش طيبة تطلع. وأخيرا جت الكهرباء. يلا خلونا نكمل الفيديو. طبعا عذروني كهرباءتنا ما أعرف شنو قصتها، بس يلا تحملوني. نجي على الاختيار الأخير، مو الأخير والله، اختيار آخر هو شوربات. شنو نوع شوربات تحبين يعني تاكليها أكليها، يا إما شوربة شوفان أو خضار أو دجاج أو شوربة عدس، بس شوربة العدس تكون بكمية قليلة. تمام. انتي حسب اللي يعجبك. ويا هاي الشوربة تاخذين سلطة، اوكي. أما تاخذين رز مبزول يعني مسلوق 5 ملاعق، انتي مسموح لك من 5 ملاعق إلى 8 ملاعق، بس الرز تاكلينه مرة واحدة بالأسبوع، يعني طيلة الأسبوع اللي تمشين بيه دايت تختاري لك يوم واحد من هذه الأيام تاكلين بيها رز، احنا بالعراق نقول تمن، بس يكون مسلوق وعليه قطعة لحم أو دجاج أو سمك. طريقة طبخ اللحم والدجاج والسمك حسب ما انتو يعجبكم تريدونه. إذا تحبون السمك مقلي، ما أقول لكم مقلوب زيت زيتون ولا أقول لكم مقلوبها، حطوه بالقلاية الهوائية. تمام. ويا تتبيلتها ويا الملح يطلع تمام. أوكي. وعندنا الاختيار الأخير من ضمن قائمة الغداء، بوتيتا مسلوقة تكون متوسطة، لا صغيرة ولا كبيرة، وياها خضار ولبن وسلطة. تمام. هاي خلصنا شغلة الغداء. نجي على شغلة العشاء. العشاء راح يكون قطعتين فاكهة فقط، أو يكون جاجيك هو لبن وخيار، تخلين عليه عصرة ليمونة، وأنا بصراحة أخلي عليه بذور الشيا وشوي نعناع وحامض. أوكي. يا إما تكون سلطة. السلطة عبارة عن شنو؟ خيار، طماطة، فلفل أخضر، إذا تحبين البصل خلي أو لا تخلين براحتك. أنا بصراحة ما أحب البصل فما أخلي، وأخلي ويا ليمون، عصرة ليمون وملح قليل، وأخلي ويا ملعقة بذور الشيا، كلش طيبة تطلع. أو أي نوع سلطة أنت عندك سلطات، أنواع كومة هواية سلطات بصراحة، بس أنا هاي أسهل سلطة أسويها. أنت أي نوع سلطة يعجبك سوي. أوكي. وتقدرين تحطين ذرة مسلوقة ويا السلطة، كلش طيبة تطلع. تمام.
السناكات، بين الريوق والغدا تاخذين سناك، وبين الغدا والعشاء تاخذين سناك. اللي راح اقول لك اياه مجموعة من السناكات، انت راح تاخذين يعني نوع واحد بين الريوق والغدا وبين الغدا والعشاء، وتقسميها على باقي الاسبوع. تختارين مثلا يومية سناك شكل، يا اما يكون قهوة مرة كوب واحد، يا اما علبة زبادي صغيرة، او لوح شوكولا دارك. اكو شوكولات دارك يكون 96، اكو 100% النسبة مالتها، اكو 70%، هي من هذه. تمام. او كوب فوشار احنا نسميه شامية بس بدون زيت، تسوينه بدون زيت مع قليل من الملح. شاي مر زائد بسكوتة، مو تحطين سكر، واذا ردتي تحطين سكر فحطي سكر ستيفيا. حفنة مكسرات نية، اي نوعية مكسرات موجودة عندك عندك بس جيبيها نية، يعني ما مقلية. او قطعة فاكهة واحدة، اوكي. او عصير برتقال بس بدون سكر، او 5 حبات جوز، او 7 حبات فستق، كوب ذرة مسلوقة، او حفنة حب عين الشمس. تمام. هذا كل ما يخص الفيديو لهذا اليوم، او نظامنا يعني الدايت اللي انا دا امشي عليه. الميزان راح يكون اني اوزن كل اسبوع. تمام. فاني هذا الاسبوع وزنت، اوكي. راح انتظر ان شاء الله الجمعة الجاية راح اوزن مرة اللخة واشوف ايش قد نزلت، وان شاء الله هم اشارككم النتيجة. اللي تحب تشترك وياي بهذا النظام الغذائي ونشجع بعضنا، يا أهلا وسهلا وعلى راسي، وإن شاء الله نتواصل على الكومنتات ونشوف شنو نتيجة نزولنا. أوكي. أريد أعرف شنو اللي صار وياكم، شنو الشغلات اللي أنتوا سويتوها واستفاديتوا من عدها. أنا همين أريد أستفاد من عدكم. تمام حبايبي، لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يا ربي استفاديتوا من الفيديو. أتمنى أني وفيت وكفيت بهذا النظام الغذائي بأمانة أني اللي دا أمشي عليه. يعني بصراحة يعني ما أقول لكم أني مشيت عليه بحذافيره مثل ما ذكرت ببداية الفيديو، يعني خربطت. إن شاء الله هذا الأسبوع أحاول ألتزم 100%، أو خلينا نقول 70 إلى 80%. تمام. وأريد أشوف نتيجة، وإن شاء الله أشوف نتيجة أفضل، وإن شاء الله أشوف من عندكم يا بنات نتيجة همينة حلوة وتبشروني حتى نتشجع، وحدة تشجع الثانية. كالعادة وصلنا لنهاية الفيديو. أحبكم كومة كومة، انتظروني في فيديو جديد، ومع السلامة.